أنا قلت لكم عليه اليوم نعرضه في الحلقة، ويعني أنا أعتقد ربما تكون المادة غير مناسبة للبالغين. يعني إذا في عندكم يعني حد ما تبغوا يشوف أشياء مزعجة يفضل أنه ما يكون موجود أمام الشاشة. منتخب المملكة لألعاب القوى للاحتياجات الخاصة أقام معسكر استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية للمعاقين اللي هي بار أولمبيك، اللي أقيمت في لندن. دائما دورة الألعاب الأولمبية تقام في لندن، وبعدها تقام دورة الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة. أقيم معسكر في تونس قبل الأولمبياد بكم شهر. هذا المعسكر كان فيه مخالفات، وجانا اللاعب عبد الله الفيفي، هو لاعب منتخب المملكة لألعاب القوى للاحتياجات الخاصة عدو 100 متر، ومعاه علي البيشي أيضا أحد نجوم منتخب المملكة لألعاب القوى للاحتياجات الخاصة. علي البيشي في رمي الرمح. وأعطونا قصة، أنا القصة بعرض لكم إياها دون أي تعليق، ونترك الحكم لكم وللضيوف اللي معاي يتفرجوا على هذا المقطع. بس أنا في تصوري بعد هالسنين كلها أظن القصة هذه هي الأقوى اللي مرت علي في تاريخي الإعلامي. نشوف. سبحان الله، البرامج الترفيهية طبعا احنا نعرفها، نروح سوق، نروح مثلا حديقة، نروح مثلا زيارة متحف. يعني وصلت الحكاية والصورة لأنهم يجيبون لنا راقصة. راقصة؟ جاتنا رقاصة طبعا للمعسكر، وكان موجود الإداريين، بعض اللي طبعا كان موجود مدير الاتحاد إبراهيم السويلم، وكان موجود رئيس اللجنة الفنية في الوقت علي الغامدي، والمدرب كان موجود في البداية ومشى. طبعا هو اللي وصل الظاهر، اللي وصلها ما هو مشى ما أدري، بس إنه الراقصة كانت موجودة. وللأسف صراحة يعني حصلت بعض التجاوزات من الراقصة وزي كذا. يعني عندي مقطع مصور، أيوة، فيديو يبين ان الراقصة موجودة، يبين اللاعبين موجودين، يبين الاداريين موجودين في المقطع. انصدمنا في المدرب طبعا في تصرفاته، تصرفات الشخصية لا اخلاقية. اللي هو طبعا المدرب دائما نلاحظ انه مخمور في جميع الاوقات. أنا يعني أخذت زبدة، يعني أخذت شوية من الموضوع واللقطة غبشنا، يعني ما ودنا نحرج أحد، لكن اللاعب عبد الله الفيفي يقول هذه اللقطات أخذت من جواله. طبعا فيها وجوه ناس طاهرين احنا غطيناهم، ما نبغى مشاكل، ما نبغى خراب البيوت، بس في الأخير إنه يعني عبد الله الفيفي يقول إنه هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، واللقطات واضحة أنا شفتها الحقيقة. معسكر منتخب جالسين والشباب مبسوطين، ويقول اللاعب انه كلم الاتحاد وتعمل تقرير فيها وما يعرف ايش صار فيها. هناخذ الرد من الطرف الاخر اللي هو طبعا الاتحاد السعودي للاحتياجات الخاصه، كلمناهم واخذنا منهم رد على هذه القصه الحقيقه العجيبه. استاذ غرم، انا اترك لك الهواء، تفضل تعليقك على اللي شفته. والله طبعا يا ابو بدر، انت من اول حلقه وانا شايفك تكرر انه حنشوف حاجه وحنشوف تقرير غريب اول مره يصير، لكن قد يكون فكرت في مواضيع كثيره، لكن للاسف ما توقعت انه الموضوع يوصل لهالدرجه. ما توقعت انه بعثه تمثل المملكه العربيه السعوديه كناس مسلمين، بعثه باسم المملكه العربيه السعوديه في بلد ماني عارف وين التصوير هذا اللي صاير. لكن للاسف يا ابو بدر يجب ان هذا الموضوع في تونس يقولون في تونس في معسكر للمنتخب المملكه للاحتياجات الخاصه في تونس، هم يقولون لي على ذمتهم. يعني مصيبه. حتى الناس اللي هناك موجودين، اذا كان المنتخب السعودي انا كمسؤول على البعثه او كمدير منتخب او اداري او لاعب، لما اطلع وامثل المملكه العربيه السعوديه بالشكل هذا، بالشكل الفاضح اللي احنا شايفينه هذا، وانتم تقولون عارف ساترين الموضوع وما طلعتوا الصور اللي تقول انت يا ابو بدر انك شفتها بنفسك. لا انا مغبش على الصوره، لان في اشخاص كان يعني في بعض التصرفات صارت مع الراقصه ما اعتقد من اللائق ان الناس يشوفونها ولا يجب نوثقها. يعني يجب المسؤولين مشاهده المقطع ويحاسب كل من هو متواجد في هذا المقطع
من كل شخص موجود في البعثة وكل شخص عارف على هذا الأمر وساكت عنه، وحتى الاتحاد المسؤول عن هذه البعثة يجب أن يحاسب. إذا كان اللاعب فعلا رفع تقرير ووصل الكلام هذا للاتحاد ولا صار في خبر ولا صار في إجراء على هذا الموضوع اللي صراحة يسيء لنا كلنا، يسيء للبلد، يسيء للمملكة العربية السعودية، يسيء لنا كرياضيين. خليني أتكلم معك يا أبو بدر، في مخالفات تسير من البعثة السعودية، المنتخبات والأندية، لكن ما توصل لهالدرجة أنك تجيب لعيبة يحضروا معاك مثلا سهرة ويصوروا بالفيديو ويطلع بالشكل هذا. أتوقع لا أستاذ غرب، ترى خذ بالك هي مش سهرة، هذه جت يعني ترفيه. السيدة جت ترقص في المعسكر، يا ليت كمان يعني لو رايحين برا في بعض اللاعبين قد نعتبرهم بهذا المقياس عندهم يعني تحط عليهم علامة استفهام، بس المشكلة أن السيدة تفضلت وحضرت في معسكر المنتخب عشان الترفيه يسجل يعني للجميع. لا ترفيه، ويمكن يا ابو بدر تتسجل كمان، عارف الحساب والفلوس اللي اندفعت من النثريات حقت البعثة. يا ساتر. امور للاسف يجب ان الانسان اذا ما خاف من الله سبحانه وتعالى، اذا لم تستحي فافعل ما شئت. كابتن محمد فودح، لا تستغرب وجود راقصة في المعسكر إذا كان مدرب المنتخب يحضر المعسكر مخمور، فالمدرب مخمور يحضر راقصة والمخمور يعمل ما يشاء. لكن العتب ليس على المدرب، العتب على المسؤول عن البعثة الذي وافق على هذا الترفيه الغير بريء، الترفيه إلى لاعبين كانوا في يمثلوا المملكة العربية السعودية. اسم المملكة العربية السعودية كبير، لا يحق لأي إنسان أن يلعب باسم المملكة العربية السعودية بمعسكرات رسمية. هناك استقبالات رسمية من سفارات، من مسؤولين، من أعضاء أو رئيس وفد أنه يرضى بهذا الشكل، إلا إذا كان رئيس الوفد لا يعلم عن هذه الأشياء فهنا شيء آخر. لكن إذا كان رئيس الوفد والأعضاء الإداريين وافقوا على هذا الشيء، أنا في رأيي تدخل من أعلى سلطة رياضية في المملكة العربية السعودية باستبعادهم عن النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، لأنهم يسيئوا للمملكة العربية السعودية. بالنسبة للمدرب المخمور هذا من تونس، إذا كان من تونس أو من أي بلد عربي لا يعود إلى المملكة العربية السعودية. حتى لو مش عربي، حتى لو أجنبي، لو واحد تصرف تصرفات هاي يعني اضبط نفسك. يعني معسكر المنتخب رقاصة، يا ساتر يا ساتر. نطلع فاصل أحسن.